السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. احنا النهاردة الفيديو المنتظر فيديو ولادة. الحمد لله رصدناه وعرفنا ان شاء الله ان احنا نسجله الولادة لحظة بلحظة. استنوا لاخر الفيديو وهتشوفوا الولادة لاخرها والارنب عملت ايه. بس ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بالله عليكم تحطوا لايك، اللي يشوف الفيديو يحط لايك عشان ترفعوا لي الفيديو ويوصل لكل الناس. دلوقتي احنا طلعنا عند الأرنبة، احنا دلوقتي الساعة 2 بالليل. لقيناها بتولد واحنا بقى بنرصد هنا اهو الولادة لحظة بلحظة. يا رب تستمتعوا معانا. احنا دلوقتي كنت انا مستنية من زمان قوي ان انا اعرف اسجل ولادة، واول مرة بصراحة اشوف ارنبة بتولد عندي. واكيد في ناس كتيرة قوي بيربوا الارانب وما شافوش لحد دلوقتي حالة ولادة عندهم. احنا طبعا بنطلع نلاقي الارنبة ولدت، يعني ساعات كنت بطلع قبل الارنبة بتولد افضل قاعدة جنبها يا دوب انزل من عندها لحظة اطلع تاني الاقيها ولدت. فما شفتش ولادة خالص الا دي اول مرة. والحمد لله ان انا عرفت اصورها. هي بتمسح، هي بتشد عيالها اصلا، بتشدهم منها وبتلحس بقى الدم اهو، وبتاكل في الخلاص. وبتاكل في الخلاص اهي. اهي بتشد هي منها وبتلحس. هي طبعا بتنظف عيالها خالص طول ما هي بتولد، بتنظف عيالها. كنت ساعات بطلع الاقي الارنبه والده ومفيش نقطه دم اصلا في المكان، يعني ما بتبقاش عامله اي اثر ليها، وبتبقى منظفه الدنيا ومفيش اي حاجه. اول مره بصراحه اشوف انا الارنبه وهي بتولد. واللي ما شافش الولاده قبل كده يحط لي لايك ويحط لي تعليق حلو منه، ويشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. اهو بصوا شايفين الخلاص اهو، الخلاص اللي هي بتاكله ده. هي الحمد لله نتفت ريش، نكتت ريش شعر وانا كنت حاطه لها عود قش. فالحمد لله يعني عملت هي المكان في الولادة وولدت جوه الولادة الحمد لله. كنت قلقانة منها بس الحمد لله اهي بتولد، ولدت يعني الحمد لله وبتنضف كويس اهي. هي لسه برضه بتاكل، خلي بالكوا هي دلوقتي بتاكل اهي، بتنضف اهي وبتعمل بتشد فيهم. طبعا انا سهرانه جنبها كل شويه اطلع وانزل اطلع وانزل والحمد لله ان ربنا وفقني وعرفت الحقها في الولاده الحمد لله. شايفين هي طبعا ما بتسيبهمش الا لما بتبقى منضفاهم خالص من الدم. سبحان الله، سبحان الخالق، سبحانك يا رب. ولا عايزة دكتور ولا عايزة ممرضة والحمد لله ربنا يبارك فيهم يا رب. ربنا يبارك لنا فيهم يا رب ويطعمنا خير منهم. بالله عليكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس
بالله عليكم بلاش شير حتى، يعني مش مشكلة، بس المهم ان انتوا تفعلوا الجرس وتحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة. والله اللي عاجبه الفيديو يشيره، انما اللي مش عاجبه بقى ما يشيرش، مش اشكال. هي دلوقتي واقفه لهم بترضعهم، شايفين؟ هي يعني اول ما بدأوا ان هم ينضفوا شويه كده، وقفت ترضعهم اهي، بترضعهم دلوقتي. اول مره اعرف ان هي اول ما بتولد كده بترضع، انا ما كنتش اعرف قبل كده، بس طبعا انا عرفت ازاي من اصواتهم، هم سمعت صوتهم وهم بيرضعوا. يعني هم طبعا ايه، انا اتعودت بشوف الارانب وهي بترضع بقى، فبسمع صوت كده بيعملوه. فهو الوقت ده عملوا الصوت اللي هم بيرضعوا فيه، وهي واقفه لهم وقفه الرضاعه. هي واقفه لهم وقفه ان هي ترضع، وهم فعلا رضعوا. اهم بيرضعوا معاهم. بتكمل بقى ايه تمسح فيهم، بصوا شايفين نضفوا ازاي. بالله عليكم لايك وسبسكرايب وفعلوا لي زر الجرس. بالله عليكم اشتراك في القناة، بالله عليكم. اهو شايفين هي برضو لسه بتنضف فيهم. طبعا هي مش قلقانة مني عشان انا دايما معاها، فهي شايفاني على طول، فمش قلقانة مني. انما طبعا لو حد مش متعودة عليه هتبقى قلقانة، وممكن تاكل عيالها اصلا في الوقت زي ده. انما هي عشان واخدة عليا يعني، فمفيش قلق مني. فيعني مش اي حد برضه يقف كده جنب الارنبة وهي بتولد، لو هي الارنبة مش واخدة عليه ما يقفش جنبها. طبعا دي انا مربياها، هي مولودة عندي وانا اللي مربياها، وانا اللي باكلها على طول، انا اللي بحط لها ميه يعني انا اللي مراعياها من ساعه ما اتولدت. فهي واخده عليا يعني، عشان الارانب بتقلق برضه من اي حد مش واخده عليه. كنا الاول بنقوله حسد ومش عارفه ايه بقى، لا، هو الموضوع موضوع ان الارانب بتقلق من اللي مش واخده عليه. هنا دلوقتي هي ايه خلصت تنظيف اهي، خلصت اهي وطلعت وسابتهم. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، وفعلوا لي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش في اللايك بالله عليكم.